مسيتم بالخير. حدوته بسيطة نفتتح بها الكلام عن الكابتن عبد الله الزوري. في مدرب برازيلي قديم مشهور في الفئات السنية في نادي الهلال وراح. المدرب البرازيلي فيلهو، هذا المدرب له فضل بعد الله سبحانه وتعالى على الأسطورة يوسف ثنيان في تقويمه وتدعيمه وتأسيسه بالشكل المطلوب. في عام 2005-2006 طرح أحد أعضاء الشرف بنادي الهلال على إدارة الأمير محمد بن فيصل، عضو الشرف هذا هو الأمير فهد بن محمد عشان نكون في الصورة، اقترح أنهم يستعينون بفيلهو. الفكرة كانت كالتالي: جميع اللاعبين اللي بيدخلون في الفريق الأول بعد سنة ياخذهم المدرب البرازيلي فيلهو طول هذه السنة ويدربهم على أساسيات كرة القدم. تخيل سنة كاملة تجلس مع فيلهو تتدرب على أساسيات كرة القدم ولا تلعب أي مباراة رسمية مع أي درجة في نادي الهلال، كلها مباريات ودية وبعض التدريب. بعد هذه السنة من التدريبات يختار فيلهو نفسه مجموعة تستحق أنها تدخل في الفريق الأول بنادي الهلال. هذا الكلام عام 2005-2006 اللي دخل فيه عبد الله الزوري للفريق. هذه التجربة أنتجت أخطر ظهير أيسر سعودي في المناطق الأمامية، وأخطر ظهير أيسر داخل منطقة الجزاء. عبد الله الزوري أتوقع أنه الظهير الأيسر الوحيد اللي يرفع راسه داخل المنطقة. صعب التحرك من جانب الزوري على جهة اليسار، الزوري وصل الزوري والكرة وخاصة أولهم مرعبهم هو ناصر الشمراني. هذه كرة لعبد الله الزوري، جول بس. المتابعة والروعة في الإنجاز، عبد الله الزوري وناصر الشمراني منه العين يعاني. يلعب يا الهلال لعبك. أكبر معاناة بيعانيها أي شخص من عبد الله الزوري هو الظهير الأيمن اللي بيلعب قدامه. عبد الله الزوري ما شاء الله لا قوة إلا بالله مدرسة في التحرك خلف الظهير. نظم كرة ملعوبة علي دقاء علي الزوري أمام المرمى، الله قدم الزعيم بأول أهداف المباراة للمرة السادسة. نيفيز يسجل في مرمى الاتحاد. مجموعات لأول مرة كما ذكرت هذا الفريق. هنا محاولة هلالية، عبد الله الزوري والتسجيل، هدف ثاني للهلال، الهدف الذي يأتي في الدقيقة 27 من زمن شوط المباراة. تبي تقيس قدرة الظهير الهجومية عندك، شوف إذا جاي يلعب لاعب على لاعب والكرة معه، إذا راحت بشكل طولي غالبا ظهير ممتاز هجوميا، إذا كان بيمشي بالعرض. على فكرة هذه من أفضل مميزات الكابتن محمد بريك، إنه إذا جاي قابل لاعب على لاعب يطلع بشكل طولي. هذا الهدف يبين لك إن الزوري عنده ثقة على الأقل داخل منطقة الجزاء. لسه ما خلصوا الله، خيالية من الخيال الهلال، عبد الله الزوري. يا جول ثاني هلالي جميل من عبد الله الزوري. عبد الله الزوري جيدا يعرفونها المدربين. تخيل من بعد ما صعد فيلهو مع كوزمين في ذاك الوقت الى ما قبل دياز اللي ما قدر يلعبه بسبب الاصابه، مر 13 مدرب كلها حتى مع المنتخب، الجوهر وبوسيرو ورايكارد ولوبيز والان فان مارفيك، هالخمسه كلهم كان يلعب معهم بشكل اساسي، لولا الاصابه برضو ابعدته عن الاخير. المنتخب ايضا رقمه ممتاز، لعب 55 مباراه منها 50 مباراه بشكل اساسي، ركيزه ثابته ما شاء الله لا قوه الا بالله. لكن وش راي منسوبين البيت الهلالي فيه؟ الزوري على فكرة مدربين كثير جو للدوري السعودي، وأعرف من خلال رؤساء الأندية يعني يقول بس أعطونا هذا اللاعب، إحنا نبغى هذا اللاعب عندنا في النادي. زوري لاعب يقدر قيمة المدرب قبل مجلس إدارة وقبل الجمهور، يعرف أن الزوري هذا وش إمكانياته اللي موجودة فيه، لاعب كبير الحقيقة. معلومية: عبد الله الزوري بيحتاج 4 بطولات فقط علشان يكون أكثر مدافع في تاريخ الكرة السعودية تحقيقا للبطولات، حقق 12 بطولة. هذه الواحد لحد هذا الدوري الرابع لعبد الله الزوري، ولا هي بغريبة بالنسبة لي أن أشوف عبد الله الزوري كاسر هذا الرقم، فعمره يعني 29 سنة قدامه. تكلمنا عن قدرة عبد الله الزوري الهجومية، فما يمكن أن نغفل قدرته في إنهاء الهجمات. تتمنى مهاجمين عندهم هذا الفينيشنج. طلعت الركن والركنيه اللي بتتلعب عاليه من ادواردو، خطوره من كوك، وادي الاولى، ادي الضربه الاولى وعيار الزوري يدوش الاهلي في الوقت دي. عبد الله الزوري في الوقت الحالي الهلال يتقدم بهدف اول عن طريق عبد الله الزوري. خبطت في كتف كوك، لكن قدم الزوري عرفها مرمى ياسر في هدفين في اوقات حاسمه لا يمكن ان تنسى لعبد الله الزوري على طاري الاهداف. الاول
مع دونس لما كان الهلال ينافس على الدوري، والثاني مع سامي الجابر لما كان الهلال ينافس على الدوري. مرتين تأخر فيها الهلال مرتين وقدام أندية مقفلة دفاعيا، والدقائق ما بعد 90 يعني 93 94 ونطالع. آخر كرة في المباراة، آخر كرة باللقاء، وعلى الخطورة والتسديد. آخر الدقائق، واقف على تنفيذ الركنية دلوقتي لصالح الهلال. نواف يلعب الركنية لصالح الشلهوب، هو اللي واقف. الشلهوب يلعب الركنيه عاليه المره دي، بتعدي وبتنزل. وصلت ناصر الشمراني، يعدي يدخل جوه المنطقه، يلعب العرضيه، ناصر التعادل. طول عمر عبد الله الزوري الرياضي من 11 سنه او 12 سنه من 2005 2006 الى وقتنا الحالي، عمري ما سمعت انه تعرض لعقوبه من مدرب او مع اداره او مع اي منسوب من منسوبي النادي اللي مروا عليه طول عمره مع نادي الهلال، على الرغم من انه مر بظروف صعبه في عام 2015، لكن ما سمعنا انه. بالمناسبه الفتح اكثر نادي سجل فيه عبد الله الزوري اهداف، سجل عليهم 4 أهداف كانت كلها على ما اعتقد في الدوري. وريناكم هدفين لكن هذه اجملها. السعودي في الموسم الماضي، كرة منقولة للامام عالية، العربي بالراس، هياها، الله 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 من الزوري المدافع اللي تقدم. الزعيم بالفعل يحاول ان ينهي مغامرات ابناء النخيل بالفعل. في عام 2011 لعب الهلال مع الاهلي مباراة في جدة، وكان الاهلي افضل من الهلال كثير ويلعب ضغط عالي. تخيل ما في ملعب الاهلي الا 3 لاعبين، باقي اللاعبين كلهم في ملعب الهلال. تلعب مع فريق يضغط عليك بهذا الاسلوب، اي باص صحيح في عمق الملعب فعرف انه بيهد حيل المدرب اللي قدامك. هذا اللي صار في هدف الهامسون وتحديدا تمرير امام 4 تقطع الكرة. الزوري شوف البريسينج، شوف الضغط، شوف الجرين تبع الاهلي. ترجع للهلال 1-2، الثالثة للزوري من اليسار يحط كرة لعلي. احمد علي مراقبة ممتازة، جيبها من اليمين يحطها في العمق، ولا اروع يا احمد، ولا اروع بالشلهوب، والكرة تجي لويلي ويلي 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 ويلي. الله يا الهامسون، الله يا الهامسون، الله يا إصابة عبد الله الزوري والعملية الجراحية اللي خضع لها في رمضان الماضي. أول شيء الله يشافيه ويعافيه ويقومه بالصحة والسلامة. أمس استفسرنا عن هذه الإصابة. عبد الله المشكلة اللي حصلت له في هذا الموسم أنه يعاني من بعض الآلام في خلف الكعب بعد التمارين أو بعد المباريات، يعني في وقت المباراة اللاعب ما يحس بشيء. بالرغم من أن عبد الله تحسن كثيرا عن حالته قبل 3 شهور أو 4 شهور، إلا أنه حاليا برضو يعاني من بعض الآلام البسيطة اللي تجيه بعد التدريبات. كان عبد الله يشارك في التدريبات الجماعية ويشارك في المناورات الجماعية، وهذا الشيء مفرح كثيرا للمنسوبين للبيت الهلالي، مرة مفرحهم هذا الموضوع. لكن في أمر مشروط بمشاركة عبد الله. المدرب رامون دياز علشان يشارك عبد الله بيعتمد كثيرا على حالته البدنية قبل أي مباراة يلعبها، ورامون دياز يرى حاليا أن عبد الله ما بعد وصل إلى الرتم اللي الفريق واصل له بحكم أنه ما عسكر معهم مع بداية الموسم، فعشان كذا مشاركته بعد فترة توقف على طول الواردة، خصوصا في المباريات الكبيرة أو في المباريات اللي فيها ضغط عالي حفاظا على عبد الله. لكن بإذن الله أنه بيرجع مع الفريق قبل نهاية الموسم. كان كل اللي عندي عن الكابتن عبد الله الزوري. بعد 1.5 ساعة مرتبط بحلقة على MBC برو سبورت، فنشوفكم هناك ونتكلم عن المنتخب فيها. تمسون على الخير.